السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا اميرة صابر من قناتي اميرة في مطبخي. النهاردة هنعمل مع بعض احلى فطاير مقرمشة جدا وطرية من جوه وحاجة كده بجد تحفة. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض الفيديو. هنا معانا قرن فلفل حامي، يعني حراق شطة، وطماطماية قطعنها 4/4 وحيشين منها البذر والمية بتاعتها، يعني قلب الطماطماية ده احنا شايلين. ومعانا هنا زيتون مقطعها شرايح، وهنا جبنة رومي مقطعينها شرايح وهنقطعها مكعبات صغيرة جدا. هنا ده بالنسبة للحشو بتاع الفطير بتاعنا، انتي زي ما انتي حابة، انتي عايزة تحشيه. عندك مثلا لانشون برضو هتقطعي نفس تقطيع الجبنة الرومي، عندك بسطرمة، عندك اي حاجة انتي حباها، يعني حابة لحمة متعصجة بقى، فراخ شاورما، اهم حاجة يكون الحشو بتاعنا السوي بتاعه مظبوط، لان هو مش هيغيب معانا خالص بدون فرن، بدون عجين، بدون اي حاجة، هتعملي احلى فطاير ان شاء الله. هنا معانا جبنة موتزاريلا، هي كانت فكت، كنت طلعتها من الفريزر فكت، فانا كنتش عايزة يبقى فيها كتل فكنت بفكها معاكم. هنا بقى نراجع الحشو بتاعنا: قرن فلفل حامي يعني قرن فلفل شطة، وطماطماية شايلين منها القلب ومقطعينها مكعبات صغيرة، وشرايح جبنة الرومي برضو مقطعينها مكعبات صغيرة، وجبنة موتزاريلا وزيتون. هنا بقى اللي احنا هندهن بيه العجينة او الفطاير، يعني اللي هندهن بيه الفطاير بتاعتنا. هنا معانا معلقتين سمنة، ممكن تستبدليهم بزبدة زي ما انت حابة، عليهم ربع معلقة ملح، ودي ربع معلقة سكر، عليهم ربع معلقة بيكنج باودر. مش متوفر بيكنج باودر يبقى محسن كيك عادي، الاتنين نفس المفعول. هنقلبهم كده مع بعض وهنضيف لهم معلقة زبادي كبيرة، مستخدمة زبادي المراعي، وهنخلطهم كويس مع بعض لحد ما الزبادي بتاعتنا تدوب تماما مع السمنة. دي سمنة بدرجة حرارة الغرفة، ده شكلها من قريب ما عادش فيها باين فيها اي زبادي خالص. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا دي لفة جلاش، ممكن بتشتريها، دي كبيرة عن اللي بتشترى من المحلات او من السوبر ماركت. لفة الجلاش دي كبيرة جدا، دي كيلو، بتيجي هو كيلو على بعضه، بتيجي مثلا من عند اي فطاطري او لو مصنع حلويات، لو انت جنبك مثلا مصنع حلويات او حد شغال طرف ليك يعني في المصنع، هتلاقيه موجود في قلبه، ممكن يجيبهولك. ده الكيلو بيبقى فيه عامل 35 جنيه، كبير يعني. انا بقيسه قدامكم هو ده، لقيته 33 سنتي في 43، كبير، حجمه كبير وسمكه حلو. مجرباه قبل كده كان تحفة، وان شاء الله هجربه معاكم في الايام اللي جايه. هنا بقى ايه، حشنا المفرش بتاعنا علشان نخلي الحته بتاعتنا واسعه، وفرشنا كيس نايلون او عندك استرتش راب او مفرش للعجن عادي. هنا بقى حطينا طبقة جلاش، وهنبدأ بقى ايه ندهنها بالمعجون اللي احنا عاملينه مع بعض. حاولي ان انت تغلي في الطبقة دي كويس قوي، لان احنا لسه هنضيف عليها طبقة كمان. انا كده زي ما انتم شايفين، ممكن لو انت حابة تسيحي السمنة عشان ما تاخدش منك سمنة كتير عادي. هنجيب بقى الطبقة التانية وهنحطها عليها كده بنفس الطريقة، وهندهنها برضو ايه بنفس الطريقة اللي احنا دهنا بيها الطبقة الاولانية.
هنا بقى اخر حاجة معانا في الجلاش طبقة هنطبقها، يعني انا طبقت دي بالنص وهرجع اطبقها كمان بالنص، يعني الربع 4/4، ودهنتها سمنة من جوه ورجعت دهنتها من بره تاني، وهنضيف عليهم الحشو. طب انتي ليه مطبقة الطبقة دي؟ انا هقولك مع بعض، خليكي متابعة الفيديو وهقولك ايه بعد كده انا عملت كده ليه. هنا بقى هنبدأ نطبق ورق الجلاش بتاعنا بالراحة، وحاسبي الجلاش بتاعك يتقطع منك علشان هو مدهن سمنة، فاكيد هيمتص السمنة ده بقى وهيبدأ يعني ايه يعني هيرق معاكي خالص بقى ايه. هنا احنا دهنا الطبقة قبل ما نقفلها كده زي ما انتوا شايفين. هنا احنا حطينا عشان الجنب ده ما يبقاش رقيق، لان الجنب ده احنا طبقنا عليه ورق الجلاش مرة ورجعنا طبقنا الجنب التاني، فالجنب ده بقى تخين والجنب ده بقى رقيق، فالحشوة بتاعتي ممكن تتبهدل مني لما نيجي نسويه او تطلع من الجلاش بتاعك. فاحنا ايه حطينا الورقة دي ان هي السمك بتاع الجنب ده يبقى زي السمك بتاع الجنب ده. هنا بقى هنعمل كمان واحدة مع بعض بس على السريع بنفس الطريقة الأولانية. دهنا السمنة في الرق الأولاني ورجعنا جبنا رق تاني وحطينا عليه ودهنا بنفس الطريقة، وهنجيب يعني الفطيرة بتاخد منك 3 ورقات جلاش بس 4/4. ممكن برضو تستخدموا الجلاش اللي بيجي من السوبر ماركت عادي، بس انا بقولكوا انا مستخدماه ازاي وجايباه منين، يعني هو دون ولا دون نفس الطريقة، مفيش فرق ما بين ده او ده. هنا بقى ايه نفس الطريقة دهنا السمنة وهننزل بالحشو بتاعنا وهنكمل بقية الطريقة بنفس الطريقة الأولانية. انا هنطبقها اهو. هنا بقى بتدهني، ممكن انتي حابة تدهنيها عادي، مش حابة كده كده هي هيبقى فيها سمنة واما نيجي نسويها هتسيح معاكي وهتسوي الجلاش كله. هنا برضه هو بنفس الطريقة، من هنا السمك بتاعه حلو اهو مفيش حشو باين. هنا بعد ما خلصت بقى الكمية بتاعتنا عملت 4 فطاير، 2 معاكم و2 ايه عملتهم مع نفسي. تعالوا بقى نروح نسوي. هنا بقى ايه النار عالية، هسخن الطاسة، هنزل في الطاسة بربع معلقة سمنة، ما تكتريش لان احنا قايلين هو في سمنة واما تسيح هتسوي نفسه. هنا بقى ايه السمنة بتاعي كانت سخنت والطاسة بتاعتي سخنت، فانا ايه عملت درجة الحرارة وسط، بس الصراحة الطاسة والسمنة كانوا سخنوا معايا قوي، احنا مش عايزينهم يسخنوا معاكي قوي قوي عشان ما يحرقوش منك الجلاش او الفطير، وايه ما يستوى يعني الجبنة ما تلحقش تسيح او الخلطة بتاعة الخضار بتاعتنا ما تلحقش ايه يعني تشمع حتى. هنا بقى هو معدي عد اقل من دقيقة وزي ما انتوا شايفين لان كانت الطاسة بتاعتي سخنت والسمنة قدحت قوي فاتلهف مني جنب. هنا هو بعد على طول. هنا بقى انا كنت ايه هديت النار شوية لما حسيت ايه لما تحسي ان الطاسة بتاعتك سخنت او السمنة سخنة قوي هدي النار علشان ما يتحرقش او يتلسع منه. هنا بقى الجنب التاني كان خد لون مظبوط اهو ذهبي، بسم الله ما شاء الله حاجة بجد كده تحفة. ده تاني واحدة انا خد لون مظبوط اهو، قلبته على الجنب التاني حسيت ان هو لونه فاتح قوي، ممكن تقلبيه بس بعد ما الجنب التاني ياخد لون هياخد لون برضو تحفة.
وان شاء الله تعجبكم. جربوها، ما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات، ولو جربتيها ما تنسيش برضو تقولي رأيك في التعليقات، وان شاء الله هكون عند حسن ظنكم. دي واحدة كمان انا برضو خدت لون من تحت اهون، هقلبها على الجنب التاني. شايفين اللون والجمال؟ حاجة كده بجد خيال. وامال الطعم بقى لو جربتوه حاجة كده بجد تحفة. حاولي بقى ان انت تقلبيها على نفس الجنب، بس هتحركيها علشان ايه؟ تتوزع النار على الفطيرة بتاعتك كلها وتاخد لون كده زي ما انتوا شايفين قدامكم هو في الفيديو. شايفين القرمشة؟ قرمشة بقى واللون حاجة كده بجد تحفة والله. هنا بقى ايه؟ شايفين الجبنة بتاعتي سايحة ازاي؟ حاجة كده خيال. ولا الطعم بجد والله الطعم تحفة من غير مجاملة، حاجة كده بتتكلم عن نفسها. شايفين الجبنة سايحة وبتمط معايا ازاي؟ ده معنى ان هو مستوي سوي مظبوط، وبجد طعمه تحفة. الخضار مع الجبنة ميكس كده بجد رهيب. ان شاء الله تجربوه وهتعجبكم، واكون عند حسن ظنكم. وما تنسوش بقى لو اول مره تزوروا في القناه، انا اميره صابر من قناتي اميره في مطبخي. متنسيش لايك الفيديو واشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتشير الفيديو عشان يوصلك كل فيديو جديد ان شاء الله. بالهنا والعافيه بقى ايه لو جربتوه كده حاجه كده تحفه. ان شاء الله تجربوه وتقولوا رايكم في التعليقات بعد ما تجربوه. كنت هنا عاوزة ايه؟ اوريكم شكل الحشوة من جوه او الجبنة، بس ما عرفتش. وان شاء الله يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوني فيديو جديد ان شاء الله.